في سؤال كده دايما بيلح علينا كلنا، يعني كم مرة الواحد فينا بدأ بحماس عايز يغير عادة معينة؟ زي مثلا نلعب رياضة، نقرأ أكتر، ناكل أكل صحي شوية. أيوه بالظبط. وبعدين تلاقي كام يوم، ممكن أسبوع بالكتير، والحماس ده كله راح فين؟ اتبخر. ونرجع زي ما كنا. أوه، دي بتحصل كتير جدا. أو حتة إنك تصحى الصبح وتقول خلاص من بكرة هبدأ بداية جديدة فعلا. وبعدين بكرة ده يا إما ما بيجيش، يا إما الواحد بيلاقي نفسه كسلان تاني. الشعور ده بالإحباط بيتكرر ومزعج قوي بصراحة. دي حقيقة فعلا، تجربة يعني. أعتقد كلنا بنمر بيها. وسهل قوي الواحد يلوم نفسه، يقول أنا إرادتي ضعيفة أو حاجة. صح. لكن المصادر اللي معانا النهاردة بتدينا زاوية تانية خالص، ويمكن تكون هي دي المفتاح. اللي هي؟ النهاردة إحنا بنغوص أكتر في الأفكار الأساسية من ملخص كتاب العادات الذرية أو Atomic Habits لجيمس كلير. الكتاب ده فعلا سمعت عنه كتير، وبيقولوا بيغير طريقة التفكير في موضوع التغيير ده. الفكرة الأساسية بتاعته ممكن تبان غريبة شوية في الأول. اللي هي إيه؟ بيقول لو فشلت تغير عادة، المشكلة غالباً مش فيك أنت. لا. المشكلة في السيستم أو النظام اللي أنت ماشي عليه. بالظبط. وإن التغيير الحقيقي مش قفزة كبيرة بنعملها مرة واحدة وخلاص. لا. لا، الموضوع مختلف. تماما. الفكرة كلها إن التغيير ده عبارة عن خطوات صغيرة، صغيرة جدا زي الذرات كده، عشان كده اسمها أتوميك. مهم. بس الفكرة إنك بتعملها كل يوم، هي دي الأتوميك هابتس. والمدهش بقى في الموضوع ده هو قوة التراكم. التراكم؟ أيوة، التراكم اللي بيحصل من الخطوات الصغيرة قوي دي. هدفنا في مناقشاتنا النهاردة نفهم إزاي الذرات الصغيرة دي، الأفعال اليومية البسيطة، بتبني مع الوقت شخصية جديدة تماماً. وبيتحقق نتائج الواحد ما كانش يتخيلها أصلا. بالظبط. والأهم كمان، من غير ما نحس إننا بنعمل مجهود رهيب أو نتعقد من كتر المعلومات. طيب خلينا نبدأ بأكتر فكرة كده ممكن تكون صادمة شوية في الكتاب ده، وهي قوة 1%. يعني إيه الكلام ده؟ دي نقطة قوية جدا. يعني لو قدرت تحسن نفسك أو عادة معينة بنسبة 1% بس كل يوم، نسبة تبان صغيرة قوي، صح؟ فعلا نسبة لا تذكر تقريبا. بعد سنة واحدة بس النتيجة مش إنك تحسنت 365%، لأ، بسبب قوة التراكم دي بتكون أفضل حوالي 37 مرة من النقطة اللي بدأت منها. 37 مرة رقم ضخم جدا. ضخم جدا، ناتج عن تغيير بسيط جدا كل يوم. طب ليه مش بنشوف ده أو نحس بيه في حياتنا اليومية؟ السبب غالبا إننا بنبص تحت رجلينا، بنركز على النتيجة اللحظية. 1% تحسن النهاردة ده مش محسوس. يعني مش هشوف فرق كبير بكرة؟ ولا بكرة ولا بعده غالبا. التأثير الحقيقي بيبان على المدى الطويل قوي، زي فكرة الفايدة المركبة في الاستثمار كده. زي الفلوس. تمام. التغيير الصغير ده عمل زي ما تكون بتوجه طيارة. لو غيرت اتجاهها درجة واحدة بس، في الأول مش هتلاحظ أي فرق. طبيعي. لكن بعد رحلة طويلة هتلاقي نفسك وصلت مكان تاني خالص غير اللي كنت رايح له في الأول. ياه، الصورة دي واضحة جدا. والعكس صحيح بقى، وده اللي يخوف أكتر. بالظبط. لو الواحد اتراجع 1% كل يوم، يعني كسل زيادة بسيط، أكل مش صحي زيادة بسيط كده، أي تفصيلة صغيرة غلط بتتكرر. بعد سنة المستوى ممكن ينزل يقرب من الصفر حرفيا. دي حاجة تخض بصراحة، إن الحاجات الصغيرة قوي اللي بنعملها أو مش بنعملها كل يوم هي اللي بتشكل مستقبلنا فعلا. تماماً. وده بيودينا لنقطة تانية أساسية في الكتاب، فرقت معايا أنا شخصياً جداً لما فهمتها. الفرق الجوهري والقاتل أحياناً بين الأهداف والأنظمة. الأهداف والأنظمة؟ أيوة، كلنا بنحط أهداف، صح؟ عايزة أخس 15 كيلو، عايزة أقرأ 30 كتاب السنة دي، عايزة أعمل مشروعي الخاص. دي كلها أهداف. طبيعي، وهي اللي بتدينا اتجاه. وده كويس، الأهداف بتحدد الوجهة. لكن المشكلة فين بقى؟ بتقولي ممكن تكون جزء من المشكلة، إزاي؟ بالظبط. الكتاب بيقول إن التركيز على الهدف بس بيخلينا نفرح لحظة ما نحققه، لو حققناه أصلاً. وبعدين خلاص الحماس بيروح وممكن نرجع تاني. وكمان طب لو ما حققناش الهدف بنحبط وبنستسلم خالص. ده حقيقي. الأهم بكتير من الهدف هو النظام أو السيستم اللي بنبنيه علشان نوصل للهدف ده. النظام ده هو مجموعة العادات اليومية، العمليات اللي بنعملها باستمرار. يعني بدل ما يكون كل تركيزي على عايز أخس 15 كيلو وده الهدف، أركز على بناء نظام؟
أيوة. نظام زي مثلا همشي نص ساعة كل يوم، هشرب 3 لتر مية، هنام 7 ساعات. ده كده نظام؟ بالظبط، ده النظام، والنظام ده هو اللي كنتيجة طبيعية هيوصلك للهدف. فهمت. الفكرة العبقرية بقى هنا، الناس اللي بتنجح والناس اللي بتفشل في الحياة غالباً بيكون عندهم نفس الأهداف. معقول؟ أيوة، الفرق كله بيكون في قوة واستمرارة الأنظمة اللي ماشيين عليها. لو ركزت بس إنك تحسن النظام بتاعك كل يوم بنسبة 1%، النتيجة هتيجي لوحدها مع الوقت. يعني الهدف بيوريني الطريق، لكن النظام هو العربية اللي بتمشيني في الطريق ده. تشبيه ممتاز، بالظبط كده. ما تعتمدش بقى على الإرادة والحماس اللي بيجي ويروح، ابني نظام قوي يستمر. كلام منطقي جدا بصراحة. طيب، لو احنا بقى هنبني نظام من عادات دي، محتاجين نفهم الأول هي العادة دي أصلا بتتكون إزاي في مخنا. الكتاب بيشرح دورة تكوين العادة، بيقول 4 خطوات بسيطة بس عميقة قوي. الدورة دي يعني هي المحرك الخفي ورا تقريباً كل سلوكياتنا اليومية. بتبدأ بأول حاجة، الإشارة أو الكيو. الإشارة دي أي حاجة بتلفت انتباهنا، بتدي زي تنبيه للمخ إنه يبدأ سلوك معين. ممكن تكون وقت معين في اليوم زي الظهر مثلاً، أو مكان زي المطبخ، أو شعور بالملل، أو حتى شخص معين بنشوفه، أو ممكن تكون الفعل اللي لسه مخلصينه حالاً. تمام. بعد الإشارة دي بيحصل إيه؟ بتيجي الخطوة التانية، الرغبة أو الكريفنج. الإشارة دي بتخلق جوانا دافع أو رغبة، إحساس إننا عايزين نغير حالتنا دلوقتي. طب الرغبة دي بتكون في الفعل نفسه؟ لا، ودي نقطة مهمة جدا الكتاب بيوضحها. الرغبة مش في الفعل نفسه، يعني مش بكون عايز أشرب قهوة في حد ذاتها. أمل. الرغبة بتكون في الحالة اللي الفعل ده هيوصلني ليها، يعني عايز أحس بالتركيز والانتباه اللي القهوة بتديهوني. فهم الحتة دي لوحدها بيفرق كتير قوي. فعلا، دي نقطة عميقة. طيب، بعد الرغبة بتيجي 3، الاستجابة أو الريسبونس. ده بقى الفعل نفسه، العادة اللي بنقوم بيها فعلا، سواء كانت كويسة أو وحشة. هي دي العادة نفسها. أيوة. وآخر خطوة 4، المكافأة أو الريورد. دي النتيجة الحلوة اللي بناخدها بعد الاستجابة، واللي بتشبع الرغبة اللي بدأت في الأول. المكافأة دي هي اللي بتقول لمخنا تمام، الدورة دي كانت مفيدة، كررها تاني المرة الجاية. والمثال بتاع القهوة بيوضحها كويس، مش كده؟ بالظبط. 1، الإشارة، الساعة 8 الصبح أو شميت ريحة القهوة مثلا. 2، الرغبة، حسيت إني همدان كده ومحتاج أركز. تمام. 3، الاستجابة، قمت عملت فنجان قهوة وشربته. 4، المكافأة، حسيت بالنشاط والتركيز المطلوب. وكل ما الدورة دي تتكرر المخ بيبدأ يربط الخطوات دي ببعضها أسرع وأسرع وبيختصر الطريق. العملية بتتحول لأوتوماتيك، عادة شبه لا واعية تماماً. طيب، هنا في سؤال مهم بيجي في بالي. لو العادة دي بقت أوتوماتيكية كده وشبه لا واعية، أنا إزاي أقدر ألاحظها أصلاً علشان أغيرها؟ خصوصاً لو عادة سيئة أنا بعملها وأنا مش واخد بالي أصلاً. سؤال ممتاز فعلاً، ودي من أكبر التحديات اللي بتقابلنا. أول وأهم خطوة هي إننا نرفع مستوى وعينا بالعادات دي. إزاي؟ الكتاب بيقترح تمرين بسيط بس قوي اسمه بطاقة قياس العادات أو Habits Scorecard. عبارة عن إيه ده؟ لمدة يوم أو يومين تمسك ورقة وقلم وتكتب كل فعل بتعمله من أول ما تصحى لحد ما تنام، كل حاجة من غير ما تحكم عليها خالص، مجرد رصد. يعني اكتب صحيت، غسلت وشي، شربت مية، مسكت الموبايل كده؟ بالظبط. وبعد ما تخلص اليوم تبص على القايمة دي وتحط علامة بلس جنب العادة اللي شايفها إيجابية، وعلامة ماينس جنب السلبية، وعلامة إيكوال جنب المحايدة اللي ملهاش تأثير واضح. وبعدين التمرين ده لوحده ممكن يصدم الواحد بكمية العادات الأوتوماتيكية اللي بيعملها كل يوم وهو مش حاسس. الوعي ده هو أول خطوة عشان تقدر تتحكم. فهمتك. الوعي بيخليني أشوف الإشارات والاستجابات اللي كانت تايهة مني، وده بقى يوصلنا للأدوات العملية اللي الكتاب بيقدمها، القوانين ال4 لتغيير السلوك عشان نبني عادات كويسة. القانون الأول، اجعلها واضحة. Make it obvious. تمام، وده بيشتغل مباشرة على أول خطوة في الدورة اللي هي الإشارة. لو عايز تبني عادة جديدة لازم تخلي الإشارة بتاعتها واضحة وصريحة قدام عينك. يعني ما ينفعش أتجاهلها؟ بالظبط. وهنا بقى بيجي دور تصميم البيئة اللي حواليك، ده هو مفتاح القانون ده. زي الأمثلة اللي في الكتاب كانت بتقول، لو عايز تشرب مية أكتر خلي إزازة المية دايما على مكتبك في المكان اللي عينك بتيجي عليه على طول. أيوة،
عايز تقرأ أكتر؟ خلي الكتاب اللي بتقراه مفتوح على الترابيزة جنبك، مش مخفي في شنطة أو في درج مقفول. عايز تفتكر تاخد الفيتامينز بتاعتك؟ حطها جنب فرشة السنان، حاجة بتشوفها كل يوم. الأساس النفسي لده إيه؟ إن عقلنا بيتعامل مع العالم بشكل بصري جدا. الإشارات الواضحة دي بتشتغل زي الزناد الكريجر اللي بيبدأ السلوك المطلوب، وكل ما الإشارة كانت أوضح وأسهل إنك تلاحظها، كل ما احتمالية إنك تبدأ العادة زادت. وفي تقنية مرتبطة بالقانون ده عجبتني قوي فكرتها بصراحة، تكديس العادات أو habit stacking. دي ممتازة. بدل ما تخترع إشارة جديدة للعادة الجديدة، استخدم عادة قديمة موجودة عندك أصلاً كإشارة ليها. الصيغة بتاعتها كانت: بعد العادة الحالية اللي بعملها كل يوم سوف أقوم بالعادة الجديدة. بالظبط. مثال بسيط: بعد ما أغسل سناني الصبح، دي عادة حالية وثابتة، سوف أقرأ صفحة واحدة من الكتاب، دي العادة الجديدة. أو مثلاً بعد ما أغير هدومي لما أرجع من الشغل، عادة حالية، سوف أرتدي ملابس التمرين فوراً، عادة جديدة. ده بيربط العادة الجديدة بروتينك اللي موجود أصلاً، فبيخليها أسهل بكتير في التذكر والالتزام، كأنك بتركب على الزخم أو المومنتم بتاع العادة القديمة. جميل قوي. نروح للقانون التاني بقى: اجعلها جذابة، make it attractive. وده بيشتغل على الخطوة التانية في الدورة اللي هي الرغبة. مظبوط. ببساطة كده، لو العادة الجديدة دي مش جذابة أو مغرية بالنسبة لك، هنلاقي صعوبة كبيرة إننا نلتزم بيها على المدى الطويل. طب إزاي نخليها جذابة؟ الجاذبية هنا ممكن تيجي من أكتر من حتة. أول حاجة، في تقنية اسمها تجميع الإغراءات أو temptation bundling. تجميع الإغراءات؟ إيه دي؟ الفكرة إنك تربط بين حاجة عايز تعملها، يعني حاجة ممتعة بتحبها، وحاجة لازم تعملها، اللي هي العادة الجديدة اللي بتحاول تبنيها. زي إيه مثلاً؟ الكتاب بيقول صيغتين: الأولى بعد العادة اللي محتاجاها الصعبة سوف أقوم بالعادة اللي عايزاها الممتعة، أو الصيغة التانية: فقط عندما أقوم بالعادة اللي محتاجاها الصعبة سوف أسمح لنفسي بالعادة اللي عايزاها الممتعة. زي مثلاً مش هتفرج على المسلسل اللي بحبه غير وأنا بتمشى على المشاية الكهربائية. بالظبط. أو مش هسمع البودكاست المفضل بتاعي غير وأنا بنظف البيت أو بغسل المواعين. ده بيخلي المخ يربط بين العادة الصعبة دي وشوية متعة جاية بعدها. بس السؤال هنا: هل ده بيكون كافي لو العادة نفسها مملة جدا بالنسبة لي؟ هو بيساعد كتير طبعاً، لأنه بيستخدم قوة الدوبامين اللي هو هرمون التوقع والمكافأة في المخ. توقعك للحاجة الممتعة اللي جاية بيخليك تستحمل الحاجة الصعبة شوية. تمام. لكن في جانب تاني للجاذبية يمكن أهم كمان: البيئة الاجتماعية اللي حوالينا. إزاي يعني؟ إحنا كائنات اجتماعية بطبعنا، بنقلد وبنتأثر بالناس اللي حوالينا بشكل كبير. لو عايز تكتسب عادة معينة، أسهل طريقة إنك تحط نفسك وسط ناس العادة دي بالنسبة لهم شيء طبيعي جدا ومحبوب وبيعملوه دايما. يعني لو عايز ألعب رياضة أروح جيم أو أنضم لمجموعة جري؟ بالظبط. الانضمام لمجموعة بتمارس نفس العادة بيخليها تبان طبيعية وجذابة أكتر بكتير. العادات بتكون جذابة لما بنشوفها كطريقة للانتماء للمجموعة دي. دي نقطة قوية فعلا ومقنعة جدا. القانون الثالث بقى يمكن هو الأهم في رأيي الشخصي: اجعلها سهلة، make it easy. وده بيتعامل مع الخطوة الثالثة اللي هي الاستجابة نفسها. تماماً. إحنا كبشر يعني طبيعتنا بتميل إننا ناخد الطريق الأسهل، المسار اللي فيه أقل مقاومة. لو العادة محتاجة خطوات كتيرة قوي أو مجهود كبير عشان بس نبدأها، غالباً هنكسل. أكيد. فالقانون ده بيقول: قلل الاحتكاك أو الفريكشن قدر الإمكان بينك وبين بداية العادة. خليها سهلة قوي لدرجة إنك ما تقدرش تقول لأ، ما تلاقيش حجة يعني. وهنا بتيجي القاعدة اللي بتتسمى قاعدة الدقيقتين العبقرية دي. أيوة، دي من أهم الأفكار. أي عادة جديدة عايز تبدأها، اعمل نسخة مصغرة جدا منها، تاخد أقل من دقيقتين بس عشان تعملها. بالظبط. عايز تقرأ كل يوم، ابدأ هفتح الكتاب وأقرأ جملة واحدة بس. عايز تتمرن كل يوم، ابدأ هلبس لبس التمرين بس. عايز تكتب يومياتك، ابدأ هفتح الكشكول واكتب جملة واحدة. الفكرة هنا مش في الكمية اللي هتعملها في الأول، الفكرة كلها في إنك تثبت فعل البدء نفسه، إنك تظهر أو show up زي ما بيقولوا. يعني أهم حاجة أبدأ، بيلاقي نفسه بيكمل أكتر من دقيقتين. غالباً ده اللي بيحصل. لكن حتى لو ما عملتش غير الدقيقتين دول بس وقمت، انت كده كسبت المعركة بتاعت اليوم ده.
لأنك رسخت عادة الحضور والالتزام بالفعل نفسه. الهدف إن العادة تتحول لعادة تلقائية، مش عمل بطولي بنعمله كل مرة بالعافية. صح. وكمان مهم في حتة السهولة دي إنك تقلل عدد الخطوات اللي بينك وبين العادة. عايز تاكل فاكهة بدل سناكس مش صحية؟ خلي الفاكهة مغسولة وجاهزة قدامك على الترابيزة. عايز تروح الجيم الصبح بدري؟ حضر شنطة التمرين وحطها جنب الباب من بالليل. أيوة، كل خطوة زيادة هي فرصة إن الكسل يتغلب عليك. حلو قوي. وأخيراً القانون الرابع، اجعلها مرضية. make it satisfying. وده بيقفل الدور عند آخر خطوة اللي هي المكافأة. مظبوط. لو العادة اللي بنعملها دي مش بتدينا أي إحساس بالإنجاز أو الرضا الفوري ولو بسيط، صعب جدا نستمر عليها. ودي مشكلة كبيرة بتقابلنا في العادات الكويسة، مش كده؟ بالظبط، لأن مكافأة العادات الكويسة غالباً بتكون مؤجلة بعيدة المدى، زي صحة أفضل، جسم أحسن، مهارة جديدة اتعلمتها. النتائج دي بتاخد وقت. على عكس العادات السيئة اللي مكافأتها بتبقى فورية غالباً. تماماً. طعم السكر الحلو، التسلية السريعة على الموبايل، الراحة المؤقتة من السيجارة، عقلنا البشري للأسف متحيز جداً للمكافآت الفورية دي. طب نعمل إيه عشان نخلي العادة الجيدة مرضية فوراً؟ لازم نخلق إحساس بالرضا الفوري بعد ما نعملها. الكتاب بيقترح أداة بسيطة وفعالة جداً، متتبع العادات أو هابت تراكر. اللي هو زي جدول كده وعلم فيه كل يوم؟ أيوة، ممكن جدول، ممكن تقويم، ممكن تطبيق على الموبايل. مجرد إنك تعلم علامة صح كل يوم تلتزم فيه بالعادة، الفعل ده في حد ذاته بيدي إحساس صغير بالإنجاز، وبيخلي التقدم بتاعك مرئي قدام عينك. بس مش ممكن التتبع ده نفسه يبقى عبء أو عادة زيادة محتاج أعملها؟ ممكن طبعاً لو صممناه بشكل معقد قوي وبياخد وقت، لكن لو هو بسيط جداً، مجرد علامة صح سريعة، بيكون فعال جداً. ده مش مجرد تتبع، ده بيقدم دليل بصري على إنك ماشي صح وبتحقق تقدم، وده مرضي جداً للدماغ. وبيخلق دافع تاني مهم سمعت عنه، عدم كسر السلسلة. بالظبط. لما بتشوف سلسلة علامات الصح دي بتطول يوم ورا يوم، بتبقى نفسياً مش عايز تكسرها، بتحافظ عليها. طب ولو حصل بقى وفوتت يوم غصب عني، ظرف طارئ، أي حاجة، هل ده معناه إن كل اللي بنيته اتهد خلاص؟ لا طبعاً. وهنا بتيجي قاعدة ذهبية تانية في الكتاب: never miss twice، أو يعني اوعى تفوت مرتين ورا بعض. مرتين ورا بعض؟ أيوه، كلنا بشر، طبيعي نغلط أو الظروف تتغير وما نعرفش نلتزم يوم. لو فوت يوم اعتبره استثناء، مش نهاية العالم، وركز كل طاقتك إنك ترجع للمسار الصح في اليوم اللي بعده على طول. يعني يوم واحد مش هو اللي بيبوظ العادة؟ لا، يوم واحد ممكن يعدي، لكن يومين ورا بعض ده ممكن يكون بداية الانهيار الفعلي للعادة. السماح بالمرونة دي بيخلي النظام كله مستدام وقابل للاستمرار. الرضا بيجي من التقدم المستمر حتى لو كان في تعثرات بسيطة في النص. تمام. يبقى الأربع قوانين دول واضحة، جزادة، سهلة، ومرضية. ده كده إطار عمل قوي جدا عشان نبني أي عادة كويسة عايزينها. طيب، والناحية التانية بقى من المعادلة، العادات السيئة اللي الواحد عايز يتخلص منها. نفس المنطق بالظبط، بس هنعكسه. الكتاب بيقول إن العادات السيئة صعب قوي إننا نمحيها تماماً من دماغنا، لكن نقدر نضعفها جداً ونخليها غير فعالة أو صعبة التطبيق. وده بيحصل عن طريق إننا نعكس القوانين الأربعة اللي قلناهم. نعكسهم؟ أيوة، خلينا ناخدهم واحدة واحدة ونشوف إزاي نعكسهم عشان نكسر عادة وحشة. أوكي، يبقى عكس القانون الأول، اجعلها واضحة، هو اجعلها خفية. make it invisible. بالظبط كده. قلل تعرضك للإشارات اللي بتفكرك بالعادة السيئة أو بتشجعك عليها. لو بتاكل حلويات كتير ومش عايز، ما تشيلهاش قدامك في المطبخ، خبيها في مكان صعب توصله أو مش بتشوفه دايماً. لو بضيع وقت كتير على السوشيال ميديا، شيل الأيقونات بتاعت التطبيقات دي من الشاشة الرئيسية للموبايل. ممكن تعمل تسجيل خروج من الحسابات كل مرة عشان تصعب الدخول تاني. ولو عادة مرتبطة بشخص أو مكان زي التدخين مثلا، لو بتدخن دايماً لما بتشوف شخص معين أو بتروح مكان معين، حاول تقلل وجودك مع الشخص ده في المواقف اللي بتشجع على التدخين أو تتجنب المكان ده لفترة. الفكرة كلها هي تقليل الاحتكاك بالإشارة قدر الإمكان. تمام. طيب، عكس القانون التاني، اجعلها جذابة، يبقى اجعلها غير جذابة. make it unattractive. دي نعملها إزاي؟ دي بتشتغل على طريقة تفكيرنا في العادة نفسها. لازم نغير الصورة الذهنية بتاعتها، اربطها بشكل واعي بمشاعر وعواقب سلبية. يعني أركز على مساوئها.
أيوة، ممكن تعمل قائمة بكل مساوئ العادة دي وتأثيرها السلبي على صحتك، فلوسك، علاقاتك، وقتك. خلي القائمة دي قدامك واقراها كل شوية. ركز على الألم أو الضرر اللي العادة دي بتسببه، مش المتعة اللحظية اللي ممكن تكون بتحسها. ممكن أفكر في الشخص اللي مش عايز أكونه بسبب العادة دي؟ فكرة ممتازة، ده بيساعد جدا. الهدف هو إنك تكسر الارتباط الذهني الإيجابي أو الجذاب اللي ممكن يكون عندك تجاه العادة السيئة دي. منطقي جدا. طيب عكس القانون الثالث، اجعلها سهلة، يبقى 3 اجعلها صعبة. make it difficult، نزود الاحتكاك بقى. تماما، ضيف خطوات زيادة، عقبات صغيرة بينك وبين ممارسة العادة السيئة. عايز تقلل مشاهدة التلفزيون بالليل؟ ممكن تشيل البطاريات من الريموت وتحطها في درج تاني بعيد عن الكنبة. عايز توقف الشراء الأونلاين المندفع ده؟ امسح بيانات كارت الفيزا اللي متسجلة على المواقع. كل مرة هتحتاج تقوم تجيب الكارت وتدخل الأرقام الطويلة دي تاني. عايز تقلل أكل من بره أو فاست فود؟ ما تخليش معاك كاش كتير، أو امسح تطبيقات التوصيل من على موبايلك. كل خطوة زيادة بتدي فرصة لعقلك الواعي إنه يتدخل ويقولك لأ، بلاش. حلوة الأفكار دي. وأخيراً عكس القانون الرابع، اجعلها مرضية، يبقى 4 اجعلها غير مرضية. make it unsatisfying. يعني لازم تشيل أي شعور إيجابي أو مكافأة ممكن تيجي بعد ممارسة العادة السيئة، بل بالعكس الأفضل إنك تضيف نتيجة سلبية فورية حتى لو بسيطة بس محسوسة. زي إيه مثلاً؟ ممكن تستخدم فكرة شريك المساءلة أو accountability partner. تتفق مع صديق تثق فيه إنك هتدفع له مبلغ رمزي، جنيه أو 5 جنيه، كل مرة تعمل فيها العادة السيئة اللي عايز تبطلها. أو مجرد إن الواحد يكون مضطر يعترف لحد إنه عمل الغلط ده. ممكن يكون كافي جدا لبعض الناس. الإحساس بالخجل أو مجرد الاعتراف ممكن يكون غير مرضي كفاية. في تطبيقات كمان بتعمل حاجة شبه كده، زي غرامة رمزية بتروح لجمعية خيرية لو ما عملتش حاجة صحية مثلا. الهدف إن مخي يتعلم إن العادة دي بيجي وراها إحساس مش كويس، مش رضا أو متعة. يعني التعامل مع العادات السيئة مش مجرد قوة إرادة وخلاص، لا، ده أشبه بهندسة سلوكية. بغير في البيئة وفي العواطف عشان أضعف العادة دي. بالظبط. والاستبدال كمان ليه دور مهم هنا، صح؟ يعني مش بس أوقف العادة الوحشة، لكن أحسن حاجة إني ألاقي بديل كويس ليها. دي نقطة ممتازة ومهمة جدا. غالباً التخلص من عادة سيئة بيكون أسهل بكتير لما بنستبدلها بعادة جيدة تكون بتشبع نفس الحاجة أو الرغبة الأساسية اللي العادة الوحشة كانت بتشبعها، بس بطريقة صحية. وطبعاً نطبق عليها القوانين الأربعة الأصلية، نخليها واضحة، جذابة، سهلة ومرضية. تمام، كده غطينا بناء العادات الكويسة وكسر العادات السيئة. وصلنا بقى للنقطة اللي حسيت إنها الأعمق والأخطر في الكتاب كله في رأيي، اللي هي إيه؟ العلاقة بين العادات والهوية. إن العادة دي مش مجرد فعل بنعمله خلاص، الموضوع أكبر من كده. دي فعلاً نقدر نقول جوهر فلسفة الكتاب كله. بيقول إن الهدف النهائي من بناء العادات مش بس إنك توصل لنتيجة معينة زي جسم رياضي أو فلوس أكتر أو تقرأ كتب كتير. أمال إيه الهدف الحقيقي؟ الهدف الحقيقي والأعمق هو إنك تغير هويتك، تغير إيمانك بنفسك وبمين أنت. والعادات هي الطريق أو الوسيلة اللي بتوصلك لتغيير الهوية ده. زي المثال الشهير اللي بيتقال دايماً، بدل ما الواحد يقول أنا بحاول أقلع عن التدخين، الأقوى بكتير إنه يوصل لمرحلة يقول فيها بثقة أنا شخص غير مدخن. الفرق ممكن يبان كلمة واحدة، لكنه فرق في تعريف الشخص لنفسه، في الهوية نفسها. بالظبط. والكتاب بيقدم تشبيه رائع للموضوع ده. بيقول إن كل مرة بتختار تعمل فيها عادة جيدة، أنت كأنك بتدلي بصوتك، بتعمل فوت لصالح نوع الشخصية اللي أنت عايز تكونها في المستقبل. ياه، تشبيه قوي. يعني كل تمرين رياضة بعمله ده صوت لأنا شخص رياضي؟ أيوة. كل صفحة بقراها ده صوت لأنا شخص مثقف وبحب القراءة؟ تمام. كل مرة بتطبخ أكل صحي بدل ما تطلب ديليفري، ده صوت لأنا شخص بيهتم بصحته وبيعرف يعتني بنفسه. كل مرة بقاوم فيها إغراء عادة سيئة وبختار البديل الصح، ده صوت للهوية الجديدة اللي عايز أبنيها. ومع تراكم الأصوات دي، صوت ورا صوت، يوم بعد يوم، الأدلة بتتجمع قدام عقلك الباطن، وإيمانك بالهوية الجديدة دي بيبدأ يترسخ فعلاً. وساعتها بدل ما أكون بحارب نفسي عشان أعمل العادة الكويسة دي، العادة بتتحول لتعبير طبيعي وتلقائي عن الشخص اللي انت بقيت عليه فعلاً. التغيير الحقيقي والمستدام اللي بيكمل معاك بيحصل من جوه لبره. ابدأ بالهوية اللي نفسك تكونها، وبعدين خلي العادات اليومية هي اللي تثبت وتأكد الهوية دي. بس هنا ممكن حد يسأل سؤال منطقي، طب إزاي أبدأ أبني الهوية دي لو أنا دلوقتي مش حاسس خالص إن الشخص ده؟
يعني لو حاسس إن في فجوة كبيرة قوي بين أنا مين دلوقتي ومين اللي أنا عايز أكونه. ده سؤال جوهري فعلا ومهم جدا، والإجابة بشكل ما بترجعنا تاني لقوة البدايات الصغيرة قوي وقاعدة الدقيقتين اللي اتكلمنا عليها. إزاي؟ مش محتاج تحس إنك شخص رياضي عشان تقوم تلبس لبس التمرين وتتمشى دقيقتين بس في مكانك. الإحساس ممكن يجي بعدين. يعني الفعل يسبق الإحساس؟ المتكررة هي اللي بتبني الإيمان بالهوية دي تدريجياً، مش العكس بالضرورة. يعني مش لازم أستنى لما أبقى مؤمن إني رياضي عشان أبدأ أتمرن؟ لا، ابدأ صغير جداً، خلي الأفعال هي اللي تثبت لنفسك خطوة بخطوة إنك ممكن تكون الشخص ده. ركز بس على إنك تكون أفضل 1% كل يوم في الاتجاه اللي أنت عايزه، والهوية الجديدة هتتشكل مع الوقت كنتيجة طبيعية لتراكم كل الأصوات الصغيرة دي. يعني في النهاية الملخص اللي استعرضناه ده بيقدم أكتر بكتير من مجرد تكنيكات وأدوات لتغيير العادات. بالظبط، هو دعوة لإننا نغير طريقة تفكيرنا كلها في موضوع التطور الشخصي والتحسين الذاتي. دعوة للتركيز على الرحلة نفسها، الرحلة اليومية، على التقدم البسيط المستمر كل يوم، بدل ما نكون موسين بالنتائج الكبيرة اللي ممكن تيجي فجأة أو القفزات العملاقة. كل يوم هو فرصة جديدة علشان تكون نسخة أفضل منك، ولو بنسبة بسيطة جدا جدا. ونرجع تاني لأول نقطة بدأنا بيها، قوة 1%. التحسن الصغير قوي ده كل يوم ممكن ما يبانش تأثيره النهاردة ولا بكرة، لكن بعد شهور وسنين بيخلق تحول جذري وكامل. النصحة المستقبلية من أي حد فينا هي نتاج مباشر للعادات اليومية اللي بيمارسها دلوقتي. وده ممكن يخلينا مع سؤال أخير كده كل واحد ممكن ياخده ويفكر فيه مع نفسه، وهو بما إن كل فعل بنعمله هو بمثابة تصويت للشخصية اللي بنطمح ليها، إيه هو الصوت الصغير جدا الذري ده اللي ممكن أي حد يدلي بيه النهاردة، ممكن دلوقتي حالا حتى، لصالح الهوية اللي نفسه يبنيه لنفسه؟ حتى لو الصوت ده يبدو بسيط قوي أو تافه أو غير مؤثر في لحظته، إيه الخطوة الذرية اللي أقل من دقيقتين اللي ممكن أي حد يبدأ بيها فوراً؟ سؤال مهم ويفتح مساحة للتفكير وللتطبيق الفوري كمان. والخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من مناقشتنا دي واضحة ومباشرة: النجاح في أي مجال في الحياة مش قفزة خرافية بنستناها تحصل بمعجزة. لا، النجاح هو ببساطة نتاج تراكم عادات صغيرة بنلتزم بيها كل يوم، يوم ورا يوم. النجاح عادة،